ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد صوتك بطيء كده، خلقة ربنا علي شويه. حاضر. طيب اوكي. إمم. عامله ايه يا استاذه منى؟ كويسة الحمد لله. بلغوني يا استاذه منى ان انت ربنا اكرمك الحمد لله، ودخلتي الخناقه بتاعت الثانويه العامه دي وعديتي منها، والحمد لله قطعه واحده. الحمد لله طلعت مفيش سليمة. حاجه كده كتف لا، كده، لأ، مفيش كتف كده، وجع رقبة شوية. وجع رقبه شويه. اوكي، ضهر. ندهن له حاجه بقى في ما ابو بد فاس. حضرت ابو فاس؟ لأ. ما حضرت. ده كان زمان على ايامنا، ممكن تسالي ماما او بابا. لو ماما او بابا لسه جداد ممكن يبقوا جدوا بقى يعني حد من القدامى. أوكي. بيقول لك ابو فاس ده كان علاج اي حاجه بتوجعنا. أي يعني حاجة. اي حاجه بتوجعنا ادهن ابو فاس. بيعمل ريحه بتطفش البني ادمين من البيت، بس هو فعليا يعني بتحس ان انت ارتحت شويه. إمم. طب يا استاذه منى، يعني الثانويه العامه شويه وجع رقبه صح؟ هو وشوية حاجات تانية. معلش، روماتيزم صغيره على الكلام ده ما لسه. وصلناش للدرجة دي. حلو أوي. طب أنتِ ناوية تعملي إيه بعد الثانوية العامة؟ أنتِ أكيد غشّوكِ زمان وقالوا لِك أنتِ خلاص دي بقى آخر مذاكرة، ركّزي في خلاص. مذاكرتِك وخلاص وارتحتي تروحي بقى. الجامعة. هتقعدي في يعني اعملي اللي أنتِ عايزاه بقى، أيوه. هنفتح كل حاجة، كل حاجة بتاعنا، هنبطّل مذاكرة صح؟ صح. غشّوكِ الغش ده؟ للأسف. اشتريتِ؟ اشتريت جدًا. يا دي النيلة. طب اشتريت وبعدين؟ والله. طب ناوية تعملي إيه بقى يعني الانتقام؟ كلميني عن رحلة انتقام في الجامعة، هتنتقمي منهم إزاي؟ هتختاري الكلية إزاي؟ أختار الكلية إزاي؟ مش عارفة. مش يعني عارفة ليه؟ مش عارفة، حاسة إن في كليات كتير، أيوه. فأنا مش عارفة أختار أنهي كلية، مش عارفة أختار إزاي. سهل جدًا، اكتبي كل الكليات في ورقة وحطيها في بولة كبيرة واقعدي هزيها كده. جرّبت أعمل كده. طب حلو، طلعت بس إيه؟ طلعت إن أنا مش عايزاها، يعني حسيت إن أنا ممكن أختار التانيين طب ما يعني إحنا عايزاها بس الورق زعلت على ورقنا، التانيين. بس من الورق ورقنا. آه. الكلية أنتِ مش عايزاها، اكتبي اسمها وحليها برّه البولة، ما تحطيهاش جوّه البولة، فلمّا تيجي ترُجّي مش هتطلع لِك. يعني الورق ورقنا، عارفة المصريين كلّهم يقول لك الورق ورقنا. ورقة لأ. فإحنا الورق ورقنا، يعني الورق اللي أنتِ عايزاه بس هو اللي تحطيه، ما تحطيش ورقة أنتِ مش عايزاها، هتحطيها ليه؟ ما أنا عايزاها، أيوه. بس حاسة إن أنا ممكن أبقى عايزة حاجة تانية أكتر. أوكي. بس زوّدي ورقها. يعني اللي أنتِ صح. عايزاه أكتر حطيها 10 ورقات، اللي أنتِ مش عايزاها خالص حطيها 10 ورقة واحدة، فيبقى في عندِك نسبة 1 ل10. يعني صح. أنتِ فاهمة إن هي أيوه. طلعت لِك بقى يبقى ده خلاص يعني فهمتِ المعنى إنه فقر كده، يعني خلاص بقى يعني منحوس خلاص. منحوس. أنتِ علمي والّا أدبي؟ أدب. دي حاجة كويسة. أدبي يعني دي يعني مبسوطة؟ آه. أصل أنا كنت علمي زمان، كنت باتعب وكنت علوم وحاجات كده وصعبة ليه أوي، كده؟ مش عارف بس يعني كنت باحب الفيزيا. تتخيلي؟ ليه؟ في بني آدمين بتحب الفيزيا على فكرة، مش كل إزاي؟ البني آدمين ما بيحبهاش، أنا من البني آدمين اللي بتحب الفيزيا. أنا دخلت إحنا قليلين بس آه. الحمد لله يعني لأ صحتنا مش كويسة. ما هو اللي بيحب الفيزيا أديكِ شايفة منظره، اللي بيحب الأدبي أديكِ شايفة بيضحك إزاي. شُفتِ ضحكتي من ضحكتِك، دي ضحكة واحد بيحب الفيزيا. مش علاقة هزلي وحش. بصراحة. مش علاقة هزّي خالص، الحمد خالص. لله يعني ربنا تاب عليّا دلوقتي وما الحمد بقيتش فاكر منها غير اسمها، يعني كان اسمها فيزيا فخلاص. إمم. طيب يعني أنتِ الأدبي صح؟ آه. ومن الشاطرين والّا آه. يعني حاسة إن أنتِ ما إن شاء الله. أنا كنت سامع من شوية قبل التصوير كده في خناقة ما بينِك وما بين ماما والله يعني النهارده النتيجة والّا بكرة النتيجة، فأنتِ آه. قُلتِ لها النهارده الأوائل، فقالت لِك يعني هنستنى بكرة، قُلتِ لها لأ ده أنتِ هتستنيني النهارده. النهارده. في ثقة، يعني طبعًا. حاسة كده إن أنتِ هتيجي من الأوائل؟ كده، كده. هو على فكرة الأوائل دُولة الناس فاهماهم غلط، الناس فاهمة الأوائل دول اللي هم ال10 اللي فوق، ال10 اللي تحت دول في 10 أوائل. تحت. أنت حسب ما بتعِد منين. بالضبط. يعني هي إحنا عربي بنقرا من اليمين للشمال، طب الإنجليزي بنقرا منين؟ من الشمال. الشمال صحيح، فهي بتقرا منين؟ يعني أنا ما أعرفش. هي لو بتقرا من اليمين يبقى هتسمع النهارده، لو بتقرا من الشمال يبقى هتسمع بكرة، صح والّا غلط؟ ربنا يكرمِك إن شاء الله وتحققي إن اللي أنتِ شاء عايزاه. أنا بس مش عارف في الأدبي أنتم الكليات إيه، يعني أنتِ حابة تختاري إزاي أو أنتِ إيه الكليات اللي موجودة قدامِك؟ سياسة اقتصاد، في كويس. كليات قمة اللي هم بيقولوا عليها كليات قمة، أيوه. سياسة اقتصاد، أيوه. إعلام، أيوه. ألسن. أيوه. بس حاسة إن أنا الحاجات دي مش يعني عايزة منهم حاجات، أوكي. بس أنا كنت مثلًا عايزة حقوق. أنتِ سؤال بقى، أنتِ اللي بيقولوا دول أنتِ إمم. عارفاهم شخصيًا؟ يعني الناس اللي بتقول دي عارفاهم؟ يعني أهلي. مين أهلي، آه. أوكي. طيب هم بيقولوا بناءً على إيه؟ يعني دخلوها؟ لأ. كليات قمة يعني هو بيقول لك الكلية اللي بتاخد مجموع عالي شوية، أيوه. فالموضوع مش في المجموع، طب أنا ممكن أخش كلية قمة بمجموع عالي بس أنا مش هابقى شاطر فيها، إمم. فدي حاجة هتخلّيني في القمة؟ لأ. أنتِ يعني أنتِ عايزة الناس تبقى بتختار لِك؟ يعني لأ أنتِ خالص. أنتِ أنتِ من وأنتِ صغيرة اختاروا لِك اسمِك صح؟ آه. والّا أنتِ اللي اخترتيه؟ هم اللي هم اختاروا. اللي اختاروا اسمِك للأسف. صح؟ اختاروا لِك حاجات كتير في حياتِك، أول لبس ياه! لبستيه إمم. صح؟ أول أكل تاكليه وما تاكليهوش صح؟ صح. يعني ممكن أخمن إن ماما مختارة لِك اللبس اللي أنتِ لابساه النهارده، أنتِ اللي مختاراه؟ لأ كبرت يعني بقى. بدأتِ تتمردي، آه. يعني في حاجات قررتِ إن أنتِ في مرحلة معينة مش هاسمع كلامكم خلاص بقى، بقى. أنا بدماغي. أيوه. طب ليه تطلعي الطلعة دي لسه بتسمعي لهم وهم قالوا إن دي كلية قمة؟ ما هم يقولوا اللي هم عايزينه بس فين أنا؟ يعني أنا فين؟ علشان على طول حد بيقول لك اللي هو طب ما بلاش، طب يقلقك، اللي هو مثلًا عايزة أدخل حقوق بقى لي 5 سنين عايزة أدخل حقوق، أوكي.
وبعدين جيت السنة دي أهو دلوقتي خلاص المجموع هيطلع، فخايفة اللي هو أستخسر المجموع، اللي هو طب ما حقوق مجموعها قليل أوي، أوكي، فأدخل كلية بمجموع أكبر، مع إن أنا كويس، مثلًا لو دخلت اقتصاد أنا هاعيش أسوأ 4 سنين في حياتي. كويس، آآ بس باختيارِك يعني. باختياري. يعني في واحد ممكن يقرر إن هو يتسجن، أنتِ ما أنا ما هتقرري إن باحبش أنتِ أتسجن. تتسجني 4 سنين، لأ. ما هو عشان هم قالوا لِك، آه. فأنتِ هتسمعي إن هم قالوا لِك فهتتسجني بمزاجِك صح؟ هو كلية حقوق اللي أنتِ عايزاها دي مش بيطلعوا منها قضاة أيوه. ووكلاء نيابة صح. صح؟ إمم. وبيطلعوا منها دكاترة في الكلية؟ صح. هو ما فيش حاجة اسمها كلية قمة ومش كلية قمة، في اسمها كلية فيها ناس كتير أوي، الناس اللي موجودين في الكلية دُولة مخلّيين سمعتها مش لطيفة، إن هم بيخرجوا يطلعوا يقعدوا على القهوة، يخرجوا ما يلاقوش شغل، يخرجوا بس في بالضبط. ناس بقى بتخش الكليات دي وتقرر حاجة تانية خالص، تقرر إنها تكون أشطر حد في الكلية دي. يعني أنا مش داخل حقوق عشان أبقى واحد من المليون بني آدم اللي بيتخرجوا كل سنة من حقوق، أنا ما أعرفش الرقم كام بس أنا عارف إن هم أيوه. كتير يعني، بس أكيد أنا مش داخل حقوق عشان أبقى معايا ليسانس حقوق، إمم. أنا داخل حقوق عشان أنا شايف إن أنا ممكن أبقى أشطر واحد في موضوع الحقوق ده، أنا اللي أجيب للناس حقوقها بقى بجد، هي اسمها حقوق. أيوه. بالمناسبة كليات الحقوق أو كليات القانون هي من أعلى الكليات في العالم، ما أنا عارفة. يعني على مستوى كوكب الأرض كله إمم. خريج الحقوق أو خريج الكلية بتاعة الfaculty of law أو كليات القانون دول بيتعاملوا معاملة يعني في منطقة تانية خالص، هم اللي بتاخد منهم بقى المحافظين وهم اللي بتاخد منهم بعد كده الوزراء وهم دول اللي الناس بتبقى بتعاملهم بمواعيد، وبالمناسبة حتى اللي بيشتغل فيهم محامي يعني مش بيخش بقى قضا ولا نيابة ولا الكلام ده كله، المحامين بره بالساعة يا جماعة مش زي عندنا هنا المحامي بيبقى قاعد ما كده وبتاع ربنا يعينهم طبعا الناس على راسنا من فوق، بس في محامي عبقري، في محامي شاطر جدًا، 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 في محامي بيقدر ياخد قضايا كبيرة، في محامي بيقدر يثبت نفسه، بيكون أشطر محامي في البلد، يقول لك ده أشطر محامي في البلد، ده أقوى محامي في البلد، ده عمل وسوى. أنا مش بادافع عن المحامين ولا باقولكيش روحي حقوق، أيوه بس فاهمة. أنا باقول لِك هي أي كلية هتبقى قمة لو أنتِ اقتنعتِ إن أنتِ هتبقي في قمتها، صح. مش إن هم بيقولوا لي أصل كلية قمة، كلية قمة ده عشان بالمجموع صحي الصبح بدري فجاب مجموع عالي فدخل اتحبس 4 سنين زي اللي أنتِ بتقولي هتتحبسيهم، جبتِ أنتِ المجموع اللي يدخلِك سياسة واقتصاد، دخلتِ سياسة واقتصاد وبعدين تعيشي 4 سنين متنكدة، هنقول إن أنتِ هتنجحي عشان هم قالوا لِك تنجحي، فنجحتِ ال4 سنين، هتخرجي تشتغلي شغلانة أنتِ مش حاباها، ممكن ما انجحش أصلًا. يعني ممكن ما تنجحيش وما زلتِ عايزة تتحبسي، يعني أتحبس وما تتحسبش إن أنا قضيت المدة كمان، يعني أخش إصلاح وتهذيب وكمان أطلع مش نافع، إمم. ده عيبة في حقي أوي. بس برضه في الناحية التانية إن أنا ممكن حتى بعيد عن كليات القمة، أنا ممكن أبقى عايزة آداب English مثلًا، يعني أنا أوكي، عايزة آداب English يا إما حقوق، فأنا مش عارفة أختار أنهي، يعني طب أنا حابة ده، حابة مواد دي، أوكي، وحابة مواد دي، أوكي. وحابة بس مش عارفة سوق العمل عايز أنهي أكتر، مش عارفة أدوّر إزاي بعد كده اللي هو سوق العمل عايز إيه لأ، سيبِك من الكلام ده خالص، أنتِ قُلتِ عندِك كليتين دلوقتي، يا حقوق دلوقتي. يا آداب إنجلش صح؟ صح. الموضوع ده يتحل بحاجة بسيطة جدًا، إمم. coin صغير كده فيه مَلِك وكتابة، تعملي كده تطلع مَلِك، تطلع حقوق، تطلع كتابة، تطلع آداب إنجلش، الموضوع بسيط جدًا. إمم. بس أنتِ قُلتِ كلام كبير، سوق العمل، إمم. أنتِ مين قال لِك على موضوع سوق العمل ده؟ مين حكى لِك عنه؟ مامتي. مامتِك؟ كل حتى المدرسين بتوعي مثلًا يقولوا لي شوفي أنتِ عايزة سوق العمل عايز إيه، أيوه، وجرّبي يعني ادخلي أيوه، علشان بعد كده بس ما حدش بيقول لي مثلًا سوق العمل دوري في كذا، ما حدش بيقول آه، لي شوفي هنا ما هُم بيتعاملوا معانا على إنه سوق الخضار، يعني بس مثلًا. عشان نبقى إحنا فاهمين، أصل فأنا المدرسة وماما وبتاع على راسي طبعًا كلّهم من فوق، بس هُم شافوا سوق العمل. طيب سوق العمل ده كلمة كبيرة هنناقشها بعد شوية، بس أنا قبل سوق العمل، أنا عايز أبقى متأكد أنا قدراتي إيه، أنا شغلي إيه، أنا طريقتي إيه، أنا حياتي بافكّر فيها إزاي، أنا عايز أبقى شكلي عامل إزاي، أنا بادوّر على مثل أعلى والّا أنا بادوّر على وظيفة والّا أنا بادوّر على حاجة تريّحني والّا أنا بادوّر على إني أبقى غني والّا أنا بادوّر على إني أبقى أسافر والّا أنا بادوّر على إني باعمل إيه؟ الأسئلة دي قبل ما تروحي لسوق العمل، سوق العمل ده حاجة، إمم. مش كل حاجة، حاجة واحدة بس. قطعتِك أنا شوية يا منى، قعدت لأ. أقول كلام كتير، لأ. أنا عارف إن أنا باتكلم كتير أوي والله، بس حاولت رُحت لكذا دكتور ما حدش نافع، ما لإن الدكاترة عرفتش؟ كل الناس دكاترة دلوقتي صح؟ خلاص خلصت. كل الناس تسأله أي كله. حاجة يقول لك تعبان خُد مش عارف إيه، عيان اعمل مش عارف أبو إيه، فاس. أبو فاس لسه حاكي خلاص. لِك عليه من شوية، أيوه من حفظتِ شوية اسمه؟ طيب إحنا كنا بنتكلم من شوية بقى على إن سوق العمل ده حاجة من الحاجات اللي إحنا لازم نفكّر فيها، إمم. بغض النظر عن اللي بيقولوا لي كلمة سوق العمل دول ممكن ما يبقوش هم عارفين يعني إيه سوق العمل وبيتعاملوا معاه زي ما قُلت لِك كده ممكن إن هو سوق خضار، أيوه. تمام، الله يعطيهم العافية، لحد كده هم أمورهم تمام وبيقدروا ينصحونا على قد ما هم واصلين. لكن عشان أوصل إن أنا باختار حاجة في سوق العمل، عشان أوصل إن أنا فاهم يعني إيه سوق عمل، عشان أوصل إن أنا أشوف متطلبات سوق العمل، لازم مبدئيًا آخد النصيحة من حد في سوق العمل، ده الأول، أنت صح. شغال هنا وجيت هنا اتحسنت بقيت كويس وبتاع، بس كمان أنا لازم أبقى عارف قدراتي،
كمان أنا عايز سوق العمل بيحتاج ناس تشتغل في السياسة والاقتصاد، بس أنا مش حابب السياسة والاقتصاد، بس سوق العمل محتاجها، فأنا هاخشها أتحبس 4 سنين أنجح وما انجحش وأسقط وما أسقطش وأبقى متعذب وباذاكر حاجة أنا ما باحبهاش عشان سوق العمل عايزني أطلع قنصل، أنا مش عايز أبقى قنصل يا أخي. أنا ممكن أكون باحب السفر، ممكن أكون باحب اللغات، أنا ممكن أكون باحب الحقوق، أنا ممكن أكون باحب التجارة، أنا ممكن أكون باحب whatever أيًا كان. أنتِ تفكّري أنتِ بتحبي إيه؟ من شوية سألتِك إمم. قبل ما تجاوبي، شوية سألتِك ماما وبابا هم اللي اختاروا لِك اسمِك، وبعدين اختاروا لِك كنتِ بتلبسي إيه وأنتِ عندِك سنة وسنتين وبتاكلي إيه وبتشربي إيه وبعدين سألتِك على الطقم اللي أنتِ لابساه قُلتِ لي: "لأ ده أنا اللي مختاراه." إمم. يعني أنتِ جيتِ في مرحلة من المراحل قررتِ إن خلاص. في حاجات بقت بتاعتي بقى. آه. في حاجة بتاعتِك أكتر من مستقبلِك؟ لأ. شكرًا، ماما وبابا عايزين لِك الخير، أكيد. نقطة ومن أول السطر. الخير ده بقى يا تقنعني يا أقنعك. كام مرّة أنتِ بتيجي تخرجي ماما بتقول لِك لأ، وكام مرّة بتقنعيها وبتخرجي؟ الحسبة كده، إمم. الحسبة بالضبط إن هم حتى لو شايفين لِك حتّة، شايفين لِك كُلّية، بيختاروا لِك حاجة معيّنة، أنتِ تقدري تغيّري فكرهم لمّا أنتِ شخصيًا تقتنعي. أنتِ تبقي مقتنعة إن الخروجة بتاعة النهارده دي ما ينفعش أبوّظها، خارجة النهارده وصحابي كلّهم جايين وقاعدين النهارده وفلانة جاية وعلان جاية ومش كلّنا لازم نخرج النهارده نقعد الساعتين، فأنتِ بتستقتلي، يعني أنا هاخرج يعني هاخرج النهارده بقى، مستقبلِك أهم من الخروجة. أنتِ عايزة إيه؟ أنتِ نِفْسِك تروحي فين؟ طب لو أنا باحب أكتر من حاجة، يا سلام! ما أنا باحب أكتر من حاجة. على فكرة بتاع العصير اللي على نص الشارع عندكم، إمم. الراجل ده بيبيع كل حاجة لوحدها، جرّبي بقى قولي له هات لي حبّة من ده، على حبّة من ده، على حبّة من ده، واضربهم في الخلاط ويطلعوا كوكتيل، بيبقى طعمه أحلى على فكرة، يعني أنتِ حاطة عليه مانجا وفراولة وتفاح وكيوي ومش عارف إيه، بيبقى طعمه جميل جدًا، إيه المانع إن أنتِ تحبّي 10 حاجات وتعمليهم سوا؟ ما أنا مش هاعرف أدخل مثلًا آداب English وأدخل حقوق وأدخل يعني مش هاعرف أدخل كذا حاجة. مين اللي قال لِك إن أنتِ ما تعرفيش تعمليها؟ في ناس كتير بتاخد بدل الليسانس وبدل البكالوريوس 2 و3 و4 وبعدين ما لا يُدرك كُلّه لا يترك كُلّه، يعني إيه؟ أنا باحب الحقوق حاسس إن أنا ميّال لها أكتر، فأنا ممكن وأنا باخد الحقوق أقرا في كُتب بتوع الآداب وأشوف بيعملوا إيه، ما يمكن لمّا أقراها ما تعجبنيش ويمكن لمّا أقراها أبقى أنا رضيت، عارفة بالضبط كده زي ما أنتِ بتقولي والله أنا باحب الأفلام الكوميدي، بس ما فيش ما يمنع إن أنا أتفرّج على فيلم أكشن، ما فيش ما يمنع إن أنا أتفرّج على فيلم رومانسي، ما فيش عندِك مشكلة في ترتيب الأولويات، ما حدش هيرتّب لِك. أنتِ الراجل بتاع الكوكتيل وأنتِ بتقولي له بس كتّر لي المانجا شوية، عشان أنا باحب المانجا، بس باحب الفراولة برضه، بس حُطّي لي مانجا أكتر وحُطّي لي فراولة أقل، وبعدين زوّدي لي عليهم موزاية صغيّرة، وبعدين أنتِ حُرّة، الكوكتيل ده بتاعِك مش بتاعي ولا بتاع ماما ولا بتاع بابا ولا بتاع أي حد، مستقبلِك ده بتاعِك، ربنا يخلّيهم لِك، بس هم عملوا اللي عليهم لحد ما وصّلوكِ لمرحلة اختيار الكوكتيل، أنتِ النهارده بتختاري هتعملي إيه الشوية اللي جايين. شوية اللي جايين دُولة بتوعِك مش بتوع حد تاني، هم هيدعموكِ، وما تبقيش فاهمة إن ماما هتبقى معترضة على كُلّية بتختاريها، ولا بابا هيبقى معترض، ولا أخواتِك، ولا اللي بيقولوا لِك سوق العمل، ولا أي حد خالص، إمم. لمّا تبقي أنجح واحدة أو من أنجح الناس في المجال بتاعِك، كل دول هيقفوا يسقّفوا، عشان أنتِ عملتِ الكوكتيل صح. سيبينا ماما النهارده أنا اللي هاعمل العصير، تخشي المطبخ بس أبوس إيدِك ما تبوظيش المطبخ، خلاص خشي بقى إحنا عندنا شوية مانجا، على شوية تفاح، على شوية مش عارف إيه، اشربوا الخلطبيطة اللي أنا عاملها، لو طلعت حلوة كلّهم هيبقوا مبسوطين على فكرة، ولو طلعت وحشة؟ مش هتطلع وحشة، عشان هي أحلامي وطموحاتي. أنتِ خايفة إنها تطلع وحشة، آه. أنتِ خايفة تراهني على مستقبلِك، هم مش هيراهنوا على فكرة هم خايفين على مستقبلِك أكتر منِّك، بس بيفكّروا بدماغهم مش بدماغي أنا. مش بدماغِك أنتِ، أنتِ لازم تحطّي الflavor لازم تحطّي الخلطة بتاعتِك، لازم تحطّي التتبيلة، التوابل بتاعتِك دي بقى اختياراتِك، صحابِك، مذاكرتِك، وقدراتِك، أنتِ اللي بجد عارفة العربي ده كان تقيل عليكِ وأنتِ بتذاكريه، بس بتذاكريه عشان تعدّي فيه، الMaths ده كان عندي مشكلة وبابلعه بالعافية ولازم أشرب وراه مش بس كنت باذاكره عشان مضطر. اختاري على اللي بجد بتحبيه، مش لازم نروح للإكستريم ومش لازم تبقي عارفة الإجابة، بس على الأقل تبقي عارفة المناقشة. ماما بُصّي أنا غالبًا وصلت لمرحلة الحقوق والآداب، الباقي ده كُلّه بقى فُكِّك منه، مش بتقولي فُكِّك برضه عشان فُكِّك دي من أيامي بس واضح إنها مكمّلة، مكملة. مكمّلة صح؟ آه. أوكي، فُكِّك دي بقى لها شوية شغّالة معانا، ففُكِّك بقى ماما من الكليات اللي فاتت دي كُلّها، أنا من الآخر هم في 2 دلوقتي على الترابيزة،